السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي أحلى لايك بقى للفيديو الجميل ده. عايزة أقول لكم بجد فيديو جميل جدا. هنعمل النهاردة مكرونة بشاميل، أول مرة أعملها في برام في طاجن يعني، فقلت بقى ايه أعملها معاكم وكده. جبت ربع لحمة مفروم وربع لحمة قطع. سلقت اللحمة قطع، ورحت جايبة بقى بصل كده وبشراه بشر كده رفيع وحلو، ورحت بقى ايه حطاهم بقى على اللحمة، وفلفل بقى وملح وبهاراتك بقى اللي انت بتحبيها، وعلى النار بقى وشوية زيت. بصوا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، لحد بقى ما البصلة تدبل معاكي وتدي لون كده مع اللحمة، ويعني تبقى اللحمة والبصلة واحد. بصوا هنا كانت بدأت خلاص يعني تستوي السوا اللي انا عايزاه. يعني انتي بتسويها قوي ان هي ممكن تتاكل يعني، بس ايه بتسيبي فيها سنة كده عبال ما تحطيها برضو معاكي في مع المكرونة عشان تستوي حلو. ورحت بقى نازلة كده، طبعا بحب البشاميل من محل بصراحة بيبقى جميل قوي. البشاميل ولبن كده الاول دوبتهم مع بعض بره النار، مش على النار يعني، لو حطيت الاتنين على بعض على النار طبعا بيكلكعوا منك، لكن انا بره النار خالص. رحت مقلباهم على بعض لحد ما دبوا بقوا حلوين قوي. بصوا بقى هنا كنت سلقت المكرونه، زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، كنت سلقت المكرونه وقلت بقى ايه نرصها بقى في الطواجن بتاعتنا. طبعا في ناس بتحب البشاميل كتير، بس احنا بنحبه خفيف، والحاجه يعني تفضل تقولي خففيه عشان انا مش بحب البشاميل قوي. فطبعا لو انت بتحبي البشاميل طبعا ممكن تقلبيهم مع المكرونه، نص البشاميل اللي انت بتعمليه مع المكرونه والنص التاني على الوش. حط بقى المكرونه كده في الطواجن زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بصراحه الاكل في الطاجن بيبقى طعمه حلو، بيبقى ليه مدي طعم كده لذيذ كده وانت بتاكليه. بصي اهم حاجه كده تحافظي بقى كده على التناسق بتاعه. بعد كده ما حطيت بقى المكرونه الطبقه الاولانيه، هجيب دلوقتي البشاميل يا حبايبي واحطه. بصوا كده البشاميل بتاعي بجد جميل وسايح. احنا مش بنحبه كده بيبقى سايح زي الميه، لا احنا بنحبه ماسك نفسه شويه، حسب ما انتي بتحبيه حطيه بقى. احنا بنحبه كده يعني ايه متماسك شويه. حطيت بقى شويه كده برضو عشان يديه طعم كده في نص كده البريمه قبل ما احط اللحمه. بصوا الله الله عليك يا تفاح، بجد كانوا شويه مكرونه بشاميل بجد تحفه، ما اقولكمش على طعمهم تحفه. بصوا بقى اللحمه والبصل، بصوا الله 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 الريحه والله العظيم ما اقولكمش كانت قلبه الشقه. والاكل عجب عمر وقعد يصور ويقول بصوا ماما بتعمل اكل جميل ازاي. عايزه اقول له انا مش هنزل صوت. بصوا بقى كده انا بحط اللحمه، طبعا انا بوزع الاول على الطواجن زي ما انتوا شايفين كده، ولما بيفضل بقى شويه في الاخر بروح حاطه هنا وهنا وهنا. بتشتري من بره مكرونه بشاميل ما بيبقاش فيها معلقه لحمه واحده والله العظيم، يعني بيبقى بسيط قوي 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 يعني، بس انتي بقى بتعمليها في البيت بتبقى اللحمه فيها بركه وحلوه كده بصوا بقى فضل اللحمه رحت حاطه في البريمه الكبيره زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ايه رايكم؟ بالله عليكم ما تنسوش بقى اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو، والتعليق بقى الحلو. خليكم معانا كده بدعمكم الحلو لينا، ان شاء الله هنستمر.
والله بحاول على قد ما اقدر انزل فيديوهات حتى لو انا مشغولة او ورايا شغل. بعد بقى يا حبايب قلبي ما حطيت اللحمه زي ما انتم شايفين كده، هننزل بقى بالمكرونه من فوق. نحط برضو في كل طاجن كده شويه، وهنحط برضو في البرام التاني كده شويه حلوين، وهنحط بقى في الصغير ده. الصغير ده مش بياخد قوي، بس انا يعني ايه حاولت ان انا احط فيه ان يبقى فيه برضو، يعني ان يبقى ممكن ياكل حد. بصوا بجد حلوه قوي قوي والله العظيم، كان طعمها تحفه. اسهل حاجه في الدنيا بصراحه الاكل والله العظيم. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اتعلم الطبيخ او طريقه الاكل كنت مستصعباه قوي. بقى اسهل حاجه عندي ان انا اطبخ وان انا اقف في المطبخ بجد، يعني حاجه ممتعه كده، حاجه بتحسي حاجه حلوه كده وانت بتبهري كده تعملي الحاجه كده وتعجبهم، بجد بتبقى حلوه قوي كده. عايزه اقول لكم معلش بقى الاضاءه، الموبايل كان هيفصل والاضاءه ما كانتش حلوه قوي، حاولت على قد ما اقدر اديكم الاضاءه دي. ان شاء الله ربنا يكرمنا بقى ونجيب موبايل ونجيب حاجات تعمل اضاءه حلوه برضو كده ان شاء الله باذن الله، زي ما انتم شايفين كده. حبيت بقى اجدد لهم بقى بدل الصواني بقى والكلام دوت بقى حاجات تجديد كده كاننا قاعدين بره، انتوا عارفين التغيير حلو. والله البشاميل كان حلو وكان ياما ما شاء الله. انا بحط كيس البشاميل على نص لبن وبخلي منه شويه، وجيت بقى حطيت بقى بعد ما وزعت البشاميل حطيت الجبنه بتاعتي، جبنه تركي. عندك جبنه موتزاريلا ممكن تحطيها، بس احنا دايما بنجيب جبنه تركي، بنحب طعمها صراحه، طعمها مع المكرونه بتبقى حلوه قوي. هوريهولكم بقى دلوقتي بجد تحفه، ما اقولكمش حاجه. وحطيت بقى ايه رشيت بقى من فوق كده زيت خفيف، ورحت بقى مدخله الفرن. بصوا الله الله الله، بصوا بقى كده خلاص خلصت كل حاجة. هندخل بقى نودي بقى الفرن. بصوا بجد جمال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الله الله الله، بجد تحفة يا تفاحة، تسلم ايدك. بصوا بقى خلصت كده كل حاجة والله ما خدتش مني دقايق يعني. بصوا تحفة سريع سريع. بصوا بقى كده كانوا جوه الفرن، هوريهمكم دلوقتي بعد ما دخلتهم الفرن. بصوا وطيت طبعا عليهم من تحت وبرده من فوق، وبصوا بقى اللون بتاعه بقى يحمر اهوت. بس انا طبعا دخلت البرام وطلعت، دخلت ده جوه وطلعت ده بره وكده، يعني عشان اظبط برضو ايه التحمير من فوق يبقى حلو. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الله اكبر، بجد تحفه 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 وحلوين وفيهم لحمه حلوه. وده الربع لحمه القطعه اللي احنا سلقناه، وبجد ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا تفاحه. عايزه اقول لكم بحبكم قوي، بحب تعليقاتكم، ما تنسوناش في التعليقات الحلوه الجميله بتاعتكم. كل حبايبي كل حد بيحبني يعمل لي لايك ويشترك في القناه ويعمل تعليق بقى كده حلو وجميل. من اشوفكم يا رب في حفظ الله، واشوفكم اسعد خلق الله يا رب، والسلام عليكم.